السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة هنعمل فيه طبق سهل وبسيط جدا، طبق جانبي كده جنب اي اكلة. هنعمل النهاردة سلطة البتنجان المشوي او بابا غنوج بطريقة سهلة وبسيطة جدا. انا جبت معايا 2 بتنجانة كده، البتنجان الرومي اللي هو بيكون حجمه كبير شوية. حطيتهم في الفرن، الفرن شغال من تحت بس على نار تكون متوسطة. بدخل البتنجان لما يكون الفرن سخن معايا عشان ما ياخدش وقت طويل ويجلد معايا. او ممكن تحطيها على عين البوتاجاز الصغيرة وتهدي النار خالص. تاخد معاكي بقى 10 دقايق ربع ساعة على حسب ما تستوي معاكي. كل شوية تقلبيها الناحية دي شوية والناحية دي شوية، بتستوي معاكي وتطرى معاكي كده وتكون معاكي بالشكل ده. اهم نقطة لازم ناخد بالنا منها قبل ما بندخل البتنجان الفرن او نحطه على البوتاجاز، بالسكينة كده نعمل لها خرم صغير كده علشان يخرج الهواء وقت التسوية بتاعتها، علشان ما تفرقعش معاكي وهي بتستوي. بعد ما بتستوي معايا اعرف منين ان هي استوت؟ الاقيها كده طرية من كل جنب، مفيش جنب فيها جامد او لسه ما استواشي. خلاص بطفي النار وبطلعها كده في فوطة المطبخ والفها كويس جدا، او ممكن تحطيها في علبة محكمة علشان تعرفي تقشريها بعد كده. دي انا كنت عاملاها من بالليل، وده تاني يوم الصبح ببدأ اقشرها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتكون القشرة بتطلع معاكي بكل سهولة، بتفصل عن البتنجان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بالشكل ده؟ بعد ما بقشرها بقى بحطها في طبق وهنبدأ نحضر باقي المكونات بتاعتنا. في ناس كتير بعد ما البتنجان بيستوي معاها بتطلعها وتحطها في مية علشان تعرف تقشرها. على فكرة الخطوة دي مش صح خالص، لان البتنجان عامل زي الاسفنجة كده، هيشرب المية وتكون السلطة بتاعتك بعد كده كلها مية. وبتكون مش حلوة خالص. افضل حاجة ان انت تطلعيها في فوطة مطبخ زي ما قلتلك، او في علبة تكون محكمة كده ترد من حرارة الفرن، وهيكون القشر سهل ان انت تقشريه. بعد كده بقى هنحط بقية المكونات بتاعتنا. عايزة اقول لكم ان المكونات اللي جاية بعد كده كلها اختياري. اهم حاجة معانا هو الثوم والكزبرة الخضراء والفلفل الاخضر. بعد كده اي حاجة هتيجي او هتحطيها ده اختياري وعلى حسب ذوقك انتي. ده بالنسبة للخضار. لكن بعد كده هنضيف ليمون وطحينة، ولو حابة تضيفي زبادي ده طبعا اساسي في البابا غنوج، بس بصراحة انا بحبها تكون سلطة عادية كده، مش بضيف لها زبادي، فبضيف الخضار بس. خليكي معايا علشان تشوفي كل المقادير بتاعتنا. انا قطعت الخضار، الفلفل الاخضر اللي مكعبات صغيرة بالشكل اللي انت شفتوه ده، ومعايا عودين كده من الكزبرة الخضراء بقطعها صغير برضو بالشكل ده، وبضيفها للبتنجان بتاعي. لو حابة تهرسي البتنجان الاول لوحده مفيش مشكلة، بس انا ههرسه دلوقتي بالشوكة لانه طبعا مستوي خالص فيتهرس معايا بكل سهولة. وكمان هضيف بصلاية صغيرة كده واقطعها لمكعبات صغيرة جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو حابة تضيفيها مفيش مشكلة، حابة تشيليها مفيش اي مشكلة، زي ما قلتلك على حسب ذوقك انتي. وزي ما بقولكوا دايما ان الاكل اذواق، يعني اللي انت بتفضليه وعايزه تحسي بطعمه في الوصفه بتاعتنا او في الطبق بتاعك ضيفيه، مفيش اي مشكله، مفيش حاجه يعني هتحكمك وتقولك لا هو الطبق بيتكون من كذا وكذا. لا طبعا مفيش كده. وفي نقطه كمان حابه اوضحها النهارده، الفيديو نتكلم فيه براحتنا كده، لان الوصفه سهله وخفيفه وكلنا عارفينها. انا بعرف اطبخ، انت بتعرفي تطبخي، كلنا بنعرف نطبخ. كل واحدة بتطبخ حاجة مختلفة عن التانية او عندها طريقة مختلفة عن التانية. فده الهدف من القناة، مش ان انا بعرف اعمل حاجة الناس كلها لا مش بتعرف تعملها، لا انا ما قلتش كده. انا ست بيت عادية، مش شيف ولا اي حاجة. واللي بيدوقوا اكلي بيقولوا اكلك كويس واكلك حلو وطعمه حلو، وعلى طول بيسألوني عملت الوصفة دي ازاي او ضفت ايه خلتيها طعمها كده. فده اللي شجعني ان انا اعمل القناة. فهدف القناة ان احنا نتعلم من بعض، مش ان انا جاية اعلم حد. وممكن انا كمان اتعلم منكم في تعليقاتكم، لو كتبتولي في التعليقات بتعملوا الاكلة الفلانية بالطريقة الفلانية او مقاديرها كذا، انا كمان هتعلم منكم. فانا ما حبيتش ان انا اقف في نقطة معينة، حبيت برضو افيد واستفيد. وبعدين احنا عارفين ان البنات الصغيرين دلوقتي كل حاجة عايزين يتعلموها بيدخلوا على اليوتيوب ويكتبوا الوصفة وعايزين يشوفوا الوصفة. فده كمان اكتر حاجة خلتني افتح القناة، لان انا عايزة افيد البنات الصغيرين او افيد الناس كمان اللي عايزة تستفيد. لكن الناس اللي مش عايزة تستفيد وداخلة الفيديو انها تبص على الحاجة، او تبص ان انا بعمل الوصفة الفلانية وجبت الشيء الفلاني وباكل كذا وبعمل كذا،
لا بصراحة انا مش عايزة الناس دي عندي. سامحوني لو الكلام كان خدني كده بره الوصفة وفضفضت معاكم شوية. نرجع بقى للوصفة بتاعتنا ونشوف عملنا ايه. لو حابين ان احنا كل فيديو كده نتكلم على حاجة بسيطة او نفك كده بره الوصفة اكتبولي برضو في التعليقات. بس بصراحة انا بحب اكون مندمجة مع الوصفة علشان مفيش حاجة تفوتني او تعديني ان انا مقولهاش لكم. يلا بينا بقى نرجع نشوف انا حطيت ايه وانا بتكلم معاكم. انا حطيت فلفل الوان مقطعاه لمكعبات صغيره كده، شايلاها في علبه معايا في الفريزر. لما بحب اضيف شويه صغيرين كده على اي وصفه باخد معلقتين 3 كده معايا. بعد كده ضفت كمان حوالي فصين من الثوم او معلقه صغيره من الثوم المهروس، وعصرت كمان ليمونه ومعلقتين كبار من الخل، وحوالي كده ربع كوبايه من الطحينه. وبعد كده هنضيف البهارات بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا. معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة، معلقة صغيرة من الكمون. وبس كده، ده طبق السلطة اللي انا بفضله وبحبه بالطعم ده. لو انت بتضيفي اي اضافة تانية وحساها افضل اكتبيلي في التعليقات برضو وانا هجربها وهرد عليكي. اهو كلنا نفيد بعض، وده طبعا هدف القناة الاساسي. بعد كده قدمته في الطبق مع معلقتين كده من الزيت على الوش ورشة بابريكا صغيرة جدا. لو شفت الفيديو لحد هنا ما تنسيش تضغطي لايك وتسيبيلي تعليق صغير تحت الفيديو لانه بيشجعني جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.